مصر محتاجه يكون عندها اقتصاد حر زي الولايات المتحده الامريكيه. مين اللي قال لك الولايات المتحده الامريكيه هي اقتصاد حر؟ الولايات المتحده ميزانيتها كام من الناتج المحلي؟ انت ميزانيتك كام من الناتج المحلي؟ الولايات المتحده بتتدخل في السوق لحد ايه؟ يعني انت وكاله حمايه البيئه الفدراليه بتتدخل في السوق للمصانع اللي بتنتج هناك لحد فين؟ في ادق التفاصيل. مفيش حاجه اسمها اقتصاد حر مثالي كده في الهواء وكل واحد يعمل اللي هو عايزه. في حاجه ببساطه شديده اسمها دوله موجوده في السوق بتنظم السوق ازاي وبتنظم السوق بغرض ايه. ده شيء مهم، لانه الكلام بتاع طلعوا الدوله من السوق، طلعوا اللي مش عارف ايه من السوق، ده مش حقيقي. ده كلام مش موجود في اي حته في العالم. في اي حته في العالم بالمناسبه، بدايه من الولايات المتحده لحد الصين. يعني الدوله موجوده في السوق مش بس بمنطق ان هي ماركت كاب زي ما بيقولوا او شورت السوق، نظم السوق، لا، بمنطق ان هي بتتدخل لحمايه مصالح وصناعات استراتيجيه. شفنا الامريكان بيمنعوا التشيبس عن الصين. هل ده فري ماركت؟ لا، مش فري ماركت. تمام. شفنا الامريكان بيرفضوا مثلا استحواذات لشركات اماراتيه على موانئ في امريكا. هل ده فري ماركت؟ لا، مش فري ماركت. ليه؟ لانه مفيش حاجه اسمها فري ماركت. يعني ببساطه شديده، قريب من شهرين اعتقد، من شهرين او 3 شهور، كان في شركه صينيه شاريه اكبر منتج للصلب في بريطانيا. الحكومه البريطانيه اممت الشركه الصينيه. اممت بمعنى تامين، يعني تأميم. تأميم مش يعني برضه للتوضيح، التأميم أيوة. مش بمعنى التأميم النصيري يعني. تمام. تأميم بمعنى ان هي عملت ستايل تيك اوفر، يعني اجبرت المستثمر الصيني انه يبيع لها الحصه بتاعته.